نحمد الله ألف مرة على كل يوم عادي لم يحدث فيه شيء سوى أنه مر بسلام. مرحبا بنات، شلونكم حبيباتي؟ كل عام وانتم بخير. مقدما مناسبة عيد الأضحى المبارك ينعاد عليكم جميعا بالخير والصحة والسلام. اللي أتمناه من عندكم حبايبي إنه تشتركون بالقناة وتخلون لايك للفيديو وتفعلون جرس الإشعارات حتى يوصل كل شي جديد أنزله. بالنسبة للفيديو اليوم هو شلون نجهز البشرة للعيد. هي عبارة عن خطوات راح أعلمكم كل الخطوات الصحيحة شلون تعتنون بالبشرة وتجهزون البشرة تجهيز صحيح للعيد، وبطرق كلها اقتصادية وغير مكلفة، كلها شغلات من البيت. هواي بنات يعانون انه ما عندهم فلوس او ما عندهم امكانية انه يشترون منتجات غالية. بنات العناية ما تحتاج منتجات غالية، انت فاهمة الموضوع غلط. العناية تحتاج فقط استمرارية، حتى لو كانت منتجات طبيعية فقط يحتاج من عندك استمرارية. اللي أتمناه منكم تتابعون الفيديو الأخير وتشوفون الخطوات، وأكيد راح تستمتعون وتشوفون هشقد خطوات حلوة ومسلية وتسوي واهس. بالبداية راح ننظف البشرة. تنظيف البشرة هو باستخدام غسول، مو شرط هذا الغسول، ما عندك غسول أي صابونة أنت تستخدمينها لبشرتك. أنا حاليا أستخدم هذا الغسول، شوفتكم إياه بوحدة من مشترياتي اللي هو غسول الشاي الأخضر. طبعا كان سعره 2000 وسعره كلش اقتصادي ومناسب، واستخدم وياه هذه القطعة السيليكونية. إذا ما متوفرة عندش مو مشكلة، سعرها 500 دينار. هذه بنات شوفتكم إياها سابقا. أنا ما بهذا الفيديو ما جاي أعرض منتجات، مثل ما ذكرت بالبداية جاي أعرض خطوات. يعني حتى لو كنتي تستخدمين صابونة ترقي البشرة ماكو أي مشكلة، مجرد بس تنظفين البشرة. إذا كنتي خالة مكياج ضروري إنه تمسحين المكياج. يعني أول خطوة لازم البشرة تكون نظيفة، فهذه أول خطوة أتمناها من عندكم إنه تسوونها. أما بنات بالنسبة للخطوة الثانية، هسه ضروري نقشر البشرة. مثل ما ذكرت راح نستخدم منتجات كلها من البيت. أنا راح استخدم الشاي الأخضر، بما أنه استخدم غسول الشاي الأخضر راح المقشر أيضا بنات راح استخدمه من الشاي الأخضر. ما متوفر عندي الشاي الأخضر مو مشكلة، الشاي العادي اللي نستخدمه بالبيت اللي هو الشاي العراقي مالتنا، تقدرين تاخذين من عنده ملعقة واحدة بس وتضيفينها بأي قلاص عندك. هنا أنا راح أخذ هذا الظرف، فقط ظرف واحد راح نحتاج، وراح نخليه بهذا القلاص. وضروري إنه نضيف له مي حار كلش. راح أضيف له مي حار وراح أنقعه فترة معينة، تقريبا حوالي نص ساعة لحد ما يتغير لون المي. بعد ما يتغير راح نستفاد من المي، وهم راح نستفاد من هذا ظرف الشاي نصنع من عنده المقشر. راح أشوفكم كل هاي الخطوات البسيطة، بس بالبداية ضروري إنه ننقع نتركه حوالي النص ساعة. وبعد النص ساعة راح أعلمكم شنو نستفاد من مي الشاي وشنو نستفاد من هذا البثل أو أوراق الشاي. طبعا ضروري نغطيه حتى نحافظ على زيوت الطيارة اللي موجودة بالشاي. هذه الخطوة ضرورية بأي أعشاب تستخدمونها، ضروري إنه نغطيه. شنو فائدة الشاي الأخضر أو الشاي عموما؟ فائدته هو كمضاد أكسدة. إذا عندك حبوب راح يعالج لك الحبوب مع الاستعمال المستمر. أنا بهاي الفترة لأنه الجو حار وأطلع للدوام فتظهر لي هواية حبوب، راح تركن الساعة. بعد نص ساعة بنات مثل ما تشوفون تغير لون المي وأخذ لون الشاي. راح اخذ هذا الظرف بنات هو اللي راح نستفاد من عنده بصنع المقشر، وايضا هذا السائل او الشاي ايضا راح نستفاد من عنده بصنع تونر راح نحتاجه بخطواتنا بالعناية بالبشرة. راح اخذ هذه الكاسة اللي تشوفوني دائما استعملها، مخصصتها انا للماسكات. راح احاول اصفيه واخليه بهذه الكاسة، واشوفكم شنو الخطوات اللي استخدمها المقشر. شنو فائدة المقشر للبشرة؟ تعرفون المقشر لازم بيه حبيبات تكون شوية خشنة، لذلك أنا راح أستخدم هذا هو البذل أو الحبيبات الخشنة مالت الشاي. وأيضا راح أستخدم أيضا السكر اللي يعتبر أيضا مادة خشنة ومقشرة، ويستخدموها بأغلب المقشرات الموجودة بالسوق. وأيضا نحتاج زيت، حتى لو كانت بشرتك دهنية تحتاجين زيوت، لأنه حتى تسوين تقشير لازم تحتاجين تضيفين للمقشر زيت.
الزيت اللي راح استخدمه هنا هو زيت جوز الهند بنات، وأيضا مثل ما ذكرت راح استخدم السكر. هذا المقشر فائدته مضاد أكسدة كلش زين. مع الاستعمال لما تستعملي هذا المقشر مرة أو مرتين بالأسبوع راح تلاحظين الفرق ببشرتك، راح تبدي نضارة بيها، تختفي الحبوب، حتى آثار الحبوب تختفي وما تبقى. فهنا بنات راح أضيف حوالي ملعقة صغيرة من السكر، وأيضا قطرات من زيت جوز الهند الأصلي. عندي هذا زيت جوز الهند، أي زيت جوز هند عندش متوفر. إذا متوفر عندي زيت جوز هند ممكن تستخدمين زيت الطبخ العادي. بنات هذا الزيت نستخدمه بالطبخ، تقدرين تضيفين من عنده حوالي نص ملعقة صغيرة. إذا شفتي قليل وبعده خشن كلش ممكن تضيفين زيت أكثر. انتي توازنين الموضوع، راح يكون عندك بهالشكل هذا، تستخدمينه كتقشير، تقشرين بالبشرة بحركات دائرية. ضروري تقشرين الوجه، ما تضغطين زايد عليه، يكون شي خفيف على راحتك مثل ما تشوفين قدامك. وبعد التقشير بنات تركيه حوالي من 10 دقائق إلى ربع ساعة، يلا بعدين تغسليه. وراح ننتقل بنات على الخطوة اللي بعدها. هسه بنات بالنسبة لهذا الشاي اللي بقى راح نستفاد من عنده، نصنع تونر. إذا عندك أي علبة بخاخ راح نحتاجها حتى نستخدم هذا التونر. هل هذا التونر يخرب أو يبقى؟ تقدرين تستفادين من عنده بنات لمدة 7 أيام، يعني أسبوع. إذا خليتيه بالثلاجة تقدرين تستخدمين وترشين على البشرة من عنده الصبح وبالليل. أنا راح أستخدم هذا المحكان أو القمح حتى يساعدني وأنا أصب هذا السائل أو الشاي. كلش مفيد بنات، يخلصلك المسام، يخلصك من الحبوب، مضاد أكسدة، كلش حلو. أنصحك أنه تستعملينه، بس مثل ما ذكرت ما ينترك خارج الثلاجة، ضروري تخليه بالثلاجة وقت الاستعمال تستعمليه وبعدين ترجعيه. راح تلاحظين نضارة بشرتك كلش حلوة مع الاستخدام. هذا هو التونر، راح نستفاد من عنده بوحدة من الخطوات، بس ما استخدمه حاليا من بعد المقشر. من بعد المقشر ما استخدمه، راح اترك الخطوة ثانية. تابع الفيديو وشوفي بأي خطوة راح احتاج هذا التونر حتى استخدمه. حاليا راح اوديه للثلاجة حتى يبرد، يصير بارد، لأن احتاجه بعد أن أسد مسام البشرة، ضروري استعمله. راح انتقل وياكم الخطوة ثانية من خطوات العناية بالبشرة. طبعا من الضروري انه نزيل شعر الوجه. طرق هواية لإزالة شعر الوجه، بعض البنات تستخدم شمع، بعضها تستخدم الشفرة، مثل هذا النوع من الشفرات أو الخيط. أنا إذا مستعجلة استخدم الشفرات، وللعلم الشفرات لا تطلع شعر خشن ولا أبد. أنا مستخدمتها، بس اللي حاليا أنا مرتاحة عليه من سنين طويلة، من حوالي 5 سنوات بنات، وأنا أستخدم الخيط اللي هو هذه الآلة الموجودة بالسوق. مو شرط هاي الماركة، أنا حاولت أغطي الماركة مع أنه هي معروفة عند الكل. أي ماركة متوفرة بالسوق وأنتي ترتاحي لها تقدرين تستخدميها بنات على مود تزيلين شعر الوجه. أنا هواي أرتاح لهذه الطريقة. الخيط ما يسبب لا تجاعيد، لا يطلع شعر خشن يعني مع الاستعمال. بالعكس صار لي هواي استخدمها وكلش طبيعي، واستغنيت هواي عن الصالونات. صار لي حوالي اكثر من 5 سنين اني ما اطلع ولا اروح صالون. كل شيء اسويه من عناية اسويها بنفسي بدون ما احتاج اي صالون، لانه هذا الموضوع يحتاج من عندي وقت، يحتاج انه تحجزين، يضيع وقتك برا. فاني احب كل شيء استخدمه بنفسي او اعتني بنفسي. ومثل ما تعرفون كل شخص لما يعتني بنفسه أول شيء واهس تسوي له، ثاني شيء هو يفهم نفسه أكثر من غيره، وهذه الشغلة معروفة. احنا كل واحد حتى لما تخلين مكياج انت تفهمين نفسك، تعرفين الأماكن اللي بوجهك تقدرين تبرزيها، تعرفين الأماكن اللي ممكن تخففيها. ننتقل على الخطوة اللي بعدها بنات، وهي البخار. أنا ما أستخدم بخار بشكل مباشر، طبعا أكو أجهزة البخار كلكم تعرفوها، أنا ما أستخدمه بشكل مباشر. أحب أخذ أي منشفة خاصة بالوجه أخلي كاسة بها مي حار وأخليها بهالشكل. بعد ما يصير حرارتها مناسبة وأقدر أتحملها، أخليها على الأماكن اللي
تطلع بها الرؤوس السوداء مثل الأنف، أي أماكن عندك بالوجه تطلع بها رؤوس سوداء تقدرين تستخدمين هاي الطريقة. بعض البنات يستخدمونها بشكل مباشر، إنه يخلون قدر على النار وبعد ما يغلي يخلون وجههم مع منشفة. كنت أجرب سابقا هاي الطريقة لكن شفت تأثيرها كلش ضار البخار بشكل مباشر، فشفت هذه الطريقة إنه أريح إنه تستخدمين أي خاولي أو منشفة وتخليه بالمي الحار بعد ما يدفى ويصير مناسب تستخدميه على البشرة. الخطوة المهمة من خطوات العناية بالبشرة هو إزالة الرؤوس السوداء. إذا كانت عندك رؤوس سوداء كلش كبيرة ضروري تستخدمين آلة حتى تزيلين بها الرؤوس السوداء. أنا حاليا مرتاحة فقط على هذا الغسول، هو غسول يزيل الرؤوس السوداء. ما متوفر عندك ممكن تستخدمين بهذه الخطوة ماء ورد. أنا كلش حاليا مرتاحة عليه لأن ينظف البشرة، تستخدميه بواسطة قطنة مهما كانت بشرتش نظيفة راح تشوفين القطنة تظهر بيها أوساخ. إذا ما متوفر عندك والرؤوس سوداء مثل ما ذكرت عميقة ممكن تستخدمين السنارة، ومثل ما تشوفين الصور دا تظهر وياك، أو لصقات الأنف اللي أنا مراويتكم إياها بوحدة من مشترياتي. الخطوة المهمة من خطوات أيضا العناية بالبشرة ضروري نستخدم القناع أو الماسك للبشرة. أسهل ماسك هو هذا الزبادي أو الروبا مثل ما تعرفون، هذا النوع الصغير سعره كلش رخيص، سعره 1000. أنا ضفت ملعقة واحدة من عنده وراح أضيف ملعقة من العسل، والأفضل إنه يكون عسل طبيعي. إذا ما متوفر أي عسل عندك وراح نخلطهم. هو هذا أسهل ماسك وأريح ماسك، ودائما أستخدمه وقت اللي أكون مستعجلة بنات، كلش حلو للبشرة. راح أخلطهم، ومثل ما تعرفوني دائما أنا أحب أستخدم فرشة مخصصتها للماسكات الطبيعية، وأحب أوزعها على البشرة. طبعا يتوزع بواسطة هذه الفرشة، نوزعها على البشرة ونتركه إلى أن يجف حوالي ربع ساعة. راح يجف على البشرة 15 دقيقة أو التركي بالضبط لحد ما يجف تماما. طبعا يتوزع مثل ما ذكرت بشكل متساوي. راح انتقل وياكم على الخطوة اللي بعدها. أو ممكن بنات تقدرون تستخدمون الشيت ماسك بعد هذا الماسك، أو ممكن تستغنون عن الماسك الطبيعي وتستخدمونه. أحاول أعطيكم خيارات متعددة. هذه الماسكات متوفرة بالأسواق وسعرها كلش رخيص، فائدتها بس ترطيب البشرة. إذا تحبون بس الماسك الطبيعي عادي ممكن تنتقلون للخطوة اللي بعدها من خطوات العناية بالبشرة. الخطوة المهمة بنات إنه بعد أن فتحت المسامات واستخدمنا الماسك هسه ضروري نغلق المسامات باستخدام قطعة ثلج. ممكن تستخدمين هذه قطعة الثلج بشكل مباشر، أو ممكن بواسطة شاش تلفيها وبعدين تستخدميها تمرريها على كل البشرة. ضروري نغلق المسام وما نترك المسامات مفتوحة. بعد أن كملنا الخطوات الأساسية نجي حتى نرطب البشرة. تقدرين تستخدمين هذه الكبسولات اللي موجودة، عبارة عن فيتامين إي، أو موجود فيتامين إي بالصيدلية بنات. مجرد فتحينها وتوزعينها على البشرة. هذا خيار رخيص لكل البنات اللي ما عندهم إمكانية يشترون منتجات غالية. أو ممكن ترطبين البشرة باستخدام التونر. اجت خطوة التونر مثل ما تشوفون، والتونر كلش مفيد، راح يغلق لي المسام وراح ينطيني ترطيب كلش حلو للبشرة وينعش لي البشرة، لأنه مرت البشرة بتقشير ومرت أيضا مرحلة بخار، مرحلة إزالة الشعر، فكل هذه أمور فتحت لي المسام. فحتى نغلق المسام وتستفاد البشرة من كل الأمور أو الخطوات اللي سويناها راح نحتاج التونر اللي صنعناه سابقا. بعدها نجي حتى نرطب أي كريم مرطب عندك. أنا أستخدم هذا جونسون، تقدرين تستخدمين أي مرطب أبدا، ما أقيدك بأي ماركة. توزعين المرطب على البشرة. وحتى نزيد من نضارة البشرة راح نستخدم أيضا السيروم. راح أشوفكم أي سيروم عندك أنت مستخدمته. إذا ما متوفر عندك السيروم تابع إن شاء الله الفيديوهات القادمة، راح أسوي سيروم كلش حلو للبشرة وفائدته أفضل من السيروم الموجود بالسوق. أنا حاليا أستخدم هذا السيروم اللي هو بالأفوكادو،
بس مثل ما ذكرت اكو سيروم تقدرين تصنعينه بشكل طبيعي ومن منتجات متوفرة بالبيت. بس تابعيني واشتركي بقناتي وان شاء الله حتشوفين اصنع بالفترة الجاية. مثل ما تشوفين قوامه ثقيل هذا النوع، هو استخدمه اوزع على البشرة، راح ينطي نضارة ولمعة كلش حلوة للبشرة. مثل ما تشوفين وزعته على ايدي، شوف اللمعة والنضارة اللي صارت. هسه هنا ضروري تستخدمين مساج للبشرة، ممكن تستخدمين ايديك، بالضروري تكونون نظيفة ومعقمة حتى تسوين مساج بسيط للبشرة، او ممكن تستخدمين هذه الآلة البسيطة اللي انا شوفتكم اياها بوحدة من المشتريات، بها جزء اللي هو هنا الأكبر وجزء أصغر تمررينه على البشرة حتى يتوزع السيروم أو المرطب على البشرة. تقدرين تستخدمين هذه الطريقة بشكل يومي سواء ليلا أو صباحا لما تستخدمين منتجات العناية. والطرف الصغير طبعا يستخدم بنات لحول العين. أيضا من الأشياء اللي ممكن نستخدمها للبشرة، ممكن لحد الآن تستغنين عن الخطوات الجاية أو ممكن تستمرين وياي. إذا عندك كريم حول العين ممكن تستخدمين، أنا استخدم هذا الكريم أوزعه حول العين، هو مجرد ترطيب لا يخفي الهالات ولا أبد. وإذا كنتي وراش طلعة ضروري إنه تستخدمين واقي للشمس بهذه أجواءنا الحارة. أنا أشكركم هواية، أتمنى من عندكم تشتركون بالقناة ولا تنسون تخلون لايك، وكل عام وانتم بخير مقدما، واستمتعوا بالعيد. إن شاء الله أشوفكم بالفيديو الجاي، باي باي.